أن الإنسان يكابد. الكبد هو ألم يصيب الكبد. الآن إنسان كيتعرض للمعاناة، كيتعرض للألام، هذا نصيبه في الدنيا، هكذا خلق الله الوجود. من أراد أن يتقبل ذلك فله الرضا، ومن لم يتقبل سيعاني الأمرين مرتين، إما أن تتقبل ذلك وإما أنك تعاني الأمرين مرتين. ولقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان منذ أن يولد في هذه الحياة وهو يتألم. لما يكون الجنين في بطن أمه كيشعر بالألم، وحينما يريد أن يخرج من بطن أمه يتألم، تسمع الصراخ. والمرأة الحامل عندها العويل والألم، ولكن بعد ذلك بعد الألم تأتي الراحة، وتأتي الزغاريد، وتأتي الأفراح، وتأتي العقيقة والأطعمة والأشربة، والناس كلهم فرحانين. ثم بعد ذلك تتجدد الآلام. الطفل الصغير لابد أنه يتناول الرضاع، كتجي مرحلة الأسنان كي يوقع لي ألم فظيع، وكيعض امه في الثدي ديالها، والأم كتألم وهو كيبكي بالليل، آلام. وبعد ذلك كيكبروا السنينات وكيعود بخير وكيوقف على رجيلاته وكيبقى غادي عاوتاني، كتجي آلام أخرى، آلام ديال التعلم. غيدخل المدرسة غادي يقرأ، خايف من المدرسة، خايف من المدير، خصو يستيقظ مبكرا، خصو يحفظ الدروس ديالو، غادي ياكل العصا، آلام. ولما يكبر وتنتهي الدراسة بعد سنوات طويلة، وقبلها كيدخل المراهقة، كتعود عنده كيعود من الذين قال فيهم الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كيعود هو مسؤول، كان مرفوع عنه القلم ولا القلم موضوع عليه، فكيبدا عنده آلام. المراهق آلام، لأنه كيشعر بأنه محسوب عليه جميع أعماله، وعنده رغبات وعنده شهوات وعنده ملذات، وكيبقى حتى كيسالي الدراسة ديالو. ملي كيسالي الدراسة بعد آلام والدراسات وسهر وتعب، كيبدا يقلب على عمل، عاوتاني مواجهة آلام أخرى، كيقلب على عمل مدة طويلة، اختبارات، وربما كيدير وقفات احتجاجية باش يكون مع الذين يحظون بالتوظيف. وبعد أن يشتغل غيدخل واحد العالم آخر عاوتاني ديال الآلام، غادي يلقى مع زملائه، غادي يلقى هناك منافسة غير شريفة، غادي يلقى بعض الحاقدين، آلام دائما مستمرة. ولقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم بعد ذلك كيبغي كيتزوج كذلك، البحث عن زوجة أو البحث عن زوج شاق، كيبقى يبحث الإنسان عن نصفه الآخر، قد يتعثر ويطول الأمد في العثور على المرغوب فيه، آلام كثيرة ومعاناة. ثم لما يتزوج وكيدخل القفص الذهبي، كدوز واحد المده، كدوز واحد اللحظات ديال المتعه، كتجي عاوتاني مشاكل زوجيه وصراعات وخلافات، الام. ثم كيعطيك الله اولاد، تعاود القصه من الاول، وهاد الاولاد خصهم نفقه، فتبحث عن المال، وقد تتعرض لبعض الاختبارات، انك غتتعامل بالرشوه، غتعامل بالربا، غتعامل بالحرام، بالنصب، بالاحتيال، واش تجيب الطعام الحلال ولا الام، صراع داخلي. وهكذا كيبقى الانسان طول عمره كيشعر بهذه المعاناه، لان ربنا عز وجل قال لنا ولقد خلقنا الانسان في كبد، الى ان يكبر ويصير بعد الكهولة، كيدخل إلى فترة الشيخوخة، وكتجي آلام أخرى ديال الأمراض والأسقام، وكيجي ربما النسيان، وكيجي ربما الإهمال الأسري، آلام كثيرة إلى أن يموت. وقبل أن يموت كيبقى عنده آلام أخرى، يحتضر، يتألم لكي يخرج هذه الروح. وكان سيدنا النبي يقول إن للموت لسكرات، آلام فظيعة. ثم بعد ذلك لما يموت يدخل إلى القبر، يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، آلام. ولكن بعد ذلك يأتي الراحة المطلقة الأبدية، وهي لما ينتقل الإنسان إلى رحمة الله الواسعة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذيك اللحظة ما فيش آلام نهائيا، ولو مثقال حبة ذرة، ما فيش آلام، ما فيش هموم، ما فيش معاناة، خلود أبدي كله هناء ومتع وأفراح ومسرات.